السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفه تاع تشكتوكه طرشي طوماطيش وبصل، بزاف بنينه وسهله وتمتم توجد. عندي هنا طرشي الاحمر قطعته شرائح طوال، طرشي الاخضر زوج سنينة تاع الثوم نربيهم، طوماطيش قشرتها نقيتها كامل نقيتها كامل من هذيك الزريعه كيما راكم تشوفوا هنايا. من بعد قطعت البصل كذلك شرائح، وقطعت معاه راس تاع البرو يكون رقيق كيما راكو تشوفوه هنايا. قطعته مليح، البرو راهو فيتامين مليح مليح بزاف، ومليح كذلك للتكتوكه. هنايا الثوم ربيتها مليح في السكرفاج. هنا عندي الملح، وعندي كذلك معدنوس مقطعه، وعندي راس الحانوت. من الاحسن ديروا فلفل كحل الا كان متواجد عندكم في الدار. هنا نحكم الكوكوطه ديالي ولا طنجره، ندير فيها الزيت نخليها تسخن مليح، نحط عليها داك البصل والبرو نحمصهم مليح. من بعد كي نشوفهم بداو يذبالوا وبداو دخلهم بدا يدخلهم الطياب، نضيف عليهم هذاك الطرشي الخضر والاحمر، ونزيد نضيف عليهم الثوم. من بعد كي نشوفهم دخلهم طياب نحط عليهم الطوماطيش. كيما نعرفوا الطوماطيش الطيب تمتم. وهنايا راه كيما راكم تشوفوا هنايا درت الطوماطيش ودرت معاها لي زيبيس هادوك راس الحانوت وفلفل عفوا والملح، خلطتهم مليح. ومن بعد نغطيهم ونديرهم ابان ونخليهم يكملوا طياب بعقلهم. بعد ما طابوا لهنا كيما راكم تشوفوا نزيد شويه النار ونخليها تشرب كامل هذاك الماء اللي تلقاتو الطوماطيش. وهنا انا قدمتها مع المطلوع وشويه فرامج راكم تعرفوا. درتو تكتوكه نورمال، ونص الاخر درتو بالبيض، كل واحد كيفاش يحب تكتوكه ديالو. دونك انا قسمتها اون دو، كي طابت لي قسمتها. شهيتكم بالجنه ان شاء الله، ومع السلامه.